يعني هنتكلم بأدب وباحترام لأن دي أخلاق البورسعيدية طبعا. طبعا. مش المعروف إن أنا مثلا من جرين إيجلز أو من بورسعيد هبقى أنا بلطجي أو همجي أو. تمام يا فندم، اتفضل. أولا حضرتك يا ريت تديني بس مساحة إن أنا أتكلم عشان هوضح حاجات كتير، لأن بورسعيد منعزلة تماما، وللأسف الإعلام أو حضراتكم، أنا آسف يا كابتن، اتفضل. أنا بكلمك بصراحة. الإعلام اللي وصلنا اللي إحنا نبقى منعزلين أو نبقى يهود او نبقى نحتفل او الاعلام اللي وصلنا كده من شده الظلم اللي احنا فيه. انا هوصل لحضرتك وجهه نظر الاحتفال. اساسا انا كابتن جرين ايجل، الاتفاقيه على الاحتفال كانت من شهرين. الو، اتفضل بسمعك يا فندم. مع حضرتك كده. الاتفاقيه كانت على الاحتفال من شهرين بعد الحادثه، بعد الحادثه يعني بعد الحادثه، مش بمعنى بقى احتفاليه. لا يا ما حضرتك من شهرين بس، انا يعني عشان بس انا مش هعقب خالص، بس بعد الحادثه، لان الحادثه كانت من 3 شهور تقريبا يعني. اتفضل يا فندم. ايوه يا فندم. لا بس انا مع حضرتك وهوضح لك هي مش بمعنى احتفاليه، لان لو كان في كاميرا تبع حضرتك تخش تصور، او كاميرا من اي قناه هتصور، هو في استاذ محمد شبانه اتصور والنهارده هيذاع التقرير. حضراتكم لو كنتوا متابعين او دخلتوا اي حد مسؤول من عندنا هتعرفوا الاحتفاليه دي كانت ايه. اولا يا كابتن، قول يا فندم. اهالي الشهداء في مسيرات من التراس اهلاوي طلعت متضامنه مع الشهداء اللي ماتوا، بيعرفوهم ان احنا هنجيب حقكم. تمام يا كابتن؟ احنا كافراد الالتراس وكاهالي الناس الممسوكه من الجرين ايجل خرجوا منسدين عند بيوتهم بيعرفوا اهاليهم اللي احنا مساندين ليكم، لان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. تمام. واحنا بنقول يا كابتن احمد، لو واحد من الجرين ايجل ثبتت عليه تهمه احنا اللي هنعدمه، احنا مش عايزينه. احنا مش عايزين حد يا كابتن كل مره بعد اذنكم ما حدش يقول الجرين ايجلز يعمل، ما حدش. انا شفت يا كابتن العباسيه وبتبص دلوقتي للجرين ايجلز. انا اسف اللي بكلم حضرتك كده، بس انا حابب اللي اوضح بس يا كابتن احمد. اتفضل يا بيه براحتك والله خالص. يا كابتن انا فاهم حضرتك يا كابتن احمد، احنا مش محتفلين، ده بالعكس، ده احنا كنا طالعين في الاحتفاليه رافعين صور الناس اللي حضرتك قلت موت وكده. لا، احنا رافعين صور الناس دي بادب ومساندينهم، واهاليهم كانوا ماشيين معانا، واحنا يعني بنعرفهم بنحسسهم يا كابتن اللي احنا وراكم مش اكتر. ولا كان في اساءه للاهلي، ولا زي ما الاستاذ علاء صادق طلع قال جبنا شاشه عرض وعرضنا مطوشه الاهلي. علاء صادق فين يا عم؟ علاء صادق قاعد في بيتهم يا فندم. علاء صادق قاعد في بيتهم. ايوه، ما هو قاعد في بيتهم وعمال ينخرب يعني انت بينخرب فين ده علاء صادق؟ انا بقالي شهر ما شفتوش في حته يعني. لا، على الفيسبوك يا كابتن. طيب يعني على الفيسبوك دي صفحته يا عم، يكتب اللي هو عايزه. لا، ما هو ما يكفي. يعني انت سبت مصر كلها ورحت لعلاء صادق يا احمد؟ سبت مصر كلها ورحت للصفحه بتاعت علاء صادق يا فندم؟ سبت مصر كلها ورحت لصفحه علاء صادق؟ يعني حضرتك استاذ احمد اللي قدامي ده مش احتفال؟ طبعا مش احتفال، مش رقص ولا طبل ولا غنى ولا اعلام ولا هتافات ولا اي حاجه. هتافات يا كابتن، وانا اكذب عليك بقول لك هتافات لاخواتنا الناس المحبوسه والناس الممسوكه ظلم. واللي احنا بنقول لو واحد منهم ممسوك وعمل حاجه يا ريت يا كابتن احنا مش عايزينه. طب حضرتك يعني يعني الشماريخ يعني ليه ما عملتوهاش مسيره مثلا يا استاذ احمد؟ يعني الشماريخ مسيره يا كابتن اللي وقعت على دماغ الواد يا عيني المسكين اللي امه وابوه مش لاقيين دول وفي المستشفى دلوقتي، ما حدش فيكم كلف خاطره يروح يطمن عليه؟ لان انا سالت والدته. لا في حضرتك امبارح كانوا المجموعه كانوا قاعدين وبيتفقوا ان هم يقدموا حاجه حلوه للواد ويروحوا له، بس هم انت عارف يا كابتن الظروف اللي انت تطلع بره البلد طبعا، والاعلام اللي ساعد. لا بص يا استاذ احمد والله، بص يا استاذ احمد، انا نص اصحابي من بورسعيد وبيجوا لي كل يوم وبنقعد نتغدى ونتعشى، والخروج والدخول لبورسعيد والحياه والدنيا ما فيهاش حد. لا كابتن احمد، لا والله معلش يا استاذ احمد. حضرتك او اول مره يمكن اكلم حضرتك. يا اهلا وسهلا. اهلا برضه، انا شايل من حضرتك في نقطه وانا عارف ان حضرتك هتسمع لي فيها. اتفضل يا فندم براحتك. كابتن احمد، انت عارف اللي احنا في بورسعيد اي حاجه بتحصل الوقت في مصر كله يعني سابوا اهل العباسيه، ما قلناش بلطجيه، ما قلناش قتالين، وقلنا لا عادي ده بلطجيه. في احداث مسبير قلنا بلطجيه، في مجلس الوزراء قلنا بلطجيه، في بورسعيد قلنا جماهير المصري. ما علينا كابتن، هو البورسعيديه اساسا مصريين. فبرضه حصلت من حضرتك حاجه كابتن، انا اسف اللي هتكلم. لا اتفضل. ماشي يا كابتن احمد، انت عارف حضرتك كنت سبب من الاحداث اللي مرت بها المباراه. ليه لا سمح الله؟ انا بشد حضرتك ليه؟ انت اول واحد قلت على الالتراس كذا 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 كذا. وانا رايي مش هيتغير على فكره. طبعا انا رايي على فكره، اوعى تفكر رايي هيتغير.
ان الالتراس اللي عمل الشغب، والالتراس اللي دخل لنا الدمويات في الملاعب، والالتراس اللي وصلونا للمرحله اللي فيها دي، والالتراس اللي خلوا الناس تموت، انا رايي مش هيتغير على فكره. انا اقف في الجانب الانساني يا استاذ احمد، استاذ احمد اقف في الجانب الانساني حتى النهايه، ودافع واقف بجوار اسر الشهداء، والولاد دول نفسهم لو مظلومين اقف جنبهم، واضم صوت لصوتك ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. لكنه السبب الشكل اللي في الملاعب ده طبعا الالتراس، وعلى فكره رايي لا يتغير ولا يتبدل. يعني اوعى تفكر حضرتك ان انا هغير رايي على اي مجموعه من الالتراس، مش هيتغير. انا رايي واضح زي ما هو ما بيتغيرش، لكنه جانب انساني، في مشكله، في ازمه، في حد اولى ان انت تقف جنبه، ده انا اروح واموت نفسي واقف جنبه. لكنه تقول لي الشغب، طبعا شغب، دم، طبعا دم، ضرب، طبعا ضرب. ورايي على فكره ما اتغيرش يا استاذ احمد عشان تبقى عارف يعني. بس ده ما كانش قبل المباراه يا استاذ احمد. استاذ احمد ده كان من 4 سنين مش قبل المباراه يا فندم. اتفضل يا كابتن. يعني ده من 3 4 سنين مش من امبارح يعني. تمام. وانا بقول لحضرتك الاخطاء اللي حدثت اللي حضرتك عملتها والحاجات الصح اللي حضرتك برضه بنشيد بيها يعني. احنا يعني انت حضرتك شايف ان انا شايف انتقادي شايف ان انت بس انا اول مره انا حبيت اكلم حضرتك. هتتكلم براحتك ومش هقفل لحد ما حضرتك تقول لي انا خلصت. يعني انت حضرتك شايف ان انتقادي للالتراس كان هو سبب في اللي حصل ده. تمام يا كابتن. وبرضه حضرتك سبب عزل بورسعيد وسبب ان اي واحد بورسعيد دلوقتي يتشتم. حضرتك كابتن احمد انت وصلت للناس اللي احنا بنمنع عربيات الاسعاف تخش الجمهور الاهلي ازاي يا كابتن؟ احنا مسلمين. امتى الكلام ده حصل يا ابو حميد؟ حضرتك كابتن في تعليق ماتش الاسماعيلي والزمالك يوم الاحداث وصل لمصر كلها، وحضرتك طبعا بتتشاف والقناه بتاعت حضرتك بتتشاف، وصل لمصر كلها من خلال التعليق سيادتك على المباراه ان جماهير المصر واقفه تمنع الاسعاف، لا جماهير المصر بتخش تقتل واحنا مش كده. طب تحب احط لك التعليق بصوتي؟ يعني ان شاء الله هحطه لك بكره في حلقه بكره، او هحطه لك على اليوتيوب عشان ما ينفعش ان التلفزيون او البرنامج يستخدم لكده. هحطه لك على اليوتيوب التعليق بالكامل بصوتي، بس ليا حق عندك لو كلامك كله طلع لا اساس له من الصحه. انا كابتن احمد معلش ليا حق عندك بقى طبعا. يعني لو كلامك ده طلع كله عند حضرتك كابتن برضه بخصوص حاجه ثانيه. انا اسف. اتفضل اصل خلي بالك حضرتك كل اللي انت قلته دلوقتي كله اتهامات لا اساس لها من الصحه. اديني حاجه بس انا عملتها. انا ادي لحضرتك حاجه. احنا دخلنا في موضوع ثاني بس الحمد لله اللي الفرصه اجت اللي اكلم حضرتك. كان من فتره كابتن اعتصام اهالي المتهمين عند المحكمه، حضرتك بعت لي القناه تصور وقلتوا قناه العربيه. حضرتك يا كابتن لو انت عارف احنا شعب، احنا لو قالوا قناه مودرن الكوره مش هنقتله. احنا شعب، احنا بالعكس عايزين نبرأ نفسنا لان احنا اتظلمنا. فحضرتك اصول يعني من وجه الاحترام ما كنتوش تضحكوا علينا، يعني عرفونا ان انتوا قناه مودرن الكوره بدل ما تعملوا تطبيق. يعني هي دي برضو، هل هي دي القصه اللي سببت الشغب او القتل او الحرق مثلا؟ انا قلت لحضرتك ما هو يا ابو حميد بس يا ابو حميد يا احمد يا جميل يا احمد، يعني بس ايه قول لي بس سبب. يعني ايه اذا كانت البنت المراسله عيني راحت فدخلت عايزه تعمل تقرير فحد احتك بيها، فانا اول مره اعرف منك المعلومه دي لانه برضه حد قالها لي قبل كده ما صدقتهاش. ولو كانت هي ما عرفتش تقول مودرن الكوره كانت لفت وروحت عشان تبقى عارف يعني، لان احنا كان عندنا من الشجاعه ما يكفي يعني. ولكنه اعتقد ده يبقى شيء جميل يحسب للقناه انها حرصت انها تجيب اراء الناس من بورسعيد وتسمع رايهم وتوضحه، حتى لو البنت يا عيني بقله خبره قالت انها قناه العربيه، لكن تحسب. اعتقد ده موقف يحسب للقناه لا يحسب عليها انها صممت وحرصت انها تجيب اراء الناس والاعتصام وعايزين ايه. اراء كابتن احمد انا اسف اللفظ بالكذب. عموما ده مش موضوعنا يا كابتن وهي وجهه نظر، بس انا حبيت اوصل لحضرتك حته الاحتفاليه. اقسم بالله العظيم دي ما احتفاليه نهائيا ولا احنا عارف يا احمد كان نفسي تعملوا ايه؟ كان نفسي المسيره دي تهتف باسماء الشهداء بتوع النادي الاهلي، ولما كانت تتصور معلش اديني بس فرصه. اتفرج النهارده انا عارف حضرتك مش بتتابع اي قناه، بس شوف تقرير الاستاذ محمد شبانه. يا عم انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه بغيري يا ابو حميد، انا ليا دعوه باللي انا شايفه قدامي، بجهنم الحمراء اللي انا شايفها قدامي دي. كان نفسي حضرتك المنظر ده فين يا كابتن؟ تعملوا يافطه كده يا ابو حميد تضامنا مع اسر حضرتك. انت مش سامعني، انا عايز اوضح لحضرتك. اتفضل. بص يا كابتن احنا بدانا الاحتفاليه من مكان اسمه فيلا للسادات في بورفؤاد، مكان انشاء الجروب. عدينا على بيوت اعضاء الجروب الممسوكين فرد في بورفؤاد، ومعلقين صورهم يمكن حضرتك واضحه على الكاميرا. ونزلنا بورسعيد هقول لحضرتك برضه انفرادي يمكن ما تزعش ولا حد عارفه. نزلنا في بورفؤاد من على معديات بورفؤاد مولعين كنوع من الفرحه او
بنعرف الناس ان التراس جرين ايجلز مستند لاخواتهم. نزلنا مشينا على الممشى السياحه يا كابتن. تعرف ختمناها فين يا كابتن احمد؟ ختمناها عند فندق الباتروس بتاع مستر كامل ابو علي. وقفنا عرفنا لان في قبل الموضوع ده، قبل ما نعمل الموضوع ده كان لازم نروح عند مستر كامل ابو علي، لان في صحافه وفي اعلام موقع الناس مستر كامل ابو علي. قال لك مستر كامل ابو علي بيقول على الالتراس كذا وكذا وكذا، والالتراس بيقول على مستر كامل كذا وكذا وكذا. فاحنا رحنا حبينا نعرف مستر كامل اللي احنا وانت ايدينا في ايدين بعض. طيب ابو حميد، عايزك توصف لي الصواريخ والحاجات اللي في الجو دي كانت ايه؟ يا كابتن احمد، طب ما انا عايز اقول لحضرتك برضه هنخرج عن النقطه بعد. لا اما انا عايز بس انا بسالك. الوايت نايتس ولع وعامل احتفاليه وولع يعني شماريخ. ما هو طبعا هو في حد يقر ده؟ وقلت النهارده رايحين لي 3000 واحد قدام المطار وكنا سعداء جدا بيكم، وفجاه لقينا شمروخ بشمروخ بشمروخ. يبقى احنا مش عايزين نختص الجرين ايجلز او يا احمد يا احمد تشبه لي بحاجه كويسه، تشبه لي بحاجه جميله، تشبه لي بحاجه احنا يعني ايه نتمسح فيها. ما تقوليش الوقت ناس عشان راح غلط انا كمان اروح اغلط. التراس الاهلي راح غلط انا كمان اروح اغلط. يا احمد انا بعرفك ان الاعلام مركز على الجرين ايجلز يا احمد. انتوا عندكم الكارثه عندكم يا حبيبي. ال 74 واحد ماتوا عندكم، وفي ناس من عندكم متهمين. ليه ما قلناش يا كابتن بلطجيه؟ يا ابو حميد برضه انا بتناقش يا ابو حميد، ما حدش يقدر يقول بلطجي. لا يا احمد، في ناس متهمين من الجرين ايجلز، والحادثه عندكم والكارثه عندكم. دي كانت فرصه العمر عشان تعرف الناس سلوكك الجميل شكله ايه، انك راجل متضامن مع اللي عندك، مع اسر الشهداء اللي عندك، مع اسر الشهداء اللي في القاهره، انه مسيرتك كانت تبقى عليها تيشيرتات عليها اسماء الولاد. يا خبر ابيض، كان هيبقى رد فعلها عامل ازاي يا احمد؟ لكن بالشماريخ والنار والصواريخ والهتافات انت عارف انها ما كانتش لطيفه يا احمد. حضرتك كابتن بنقول ان شاء الله ان شاء الله في قضاء عادل احنا يعني بنثق فيه. اللي غلط لو مش من بورسعيد، لو من الجرين ايجلز، لان مصر كلها ماسكه الجرين ايجلز، احنا اول ناس هنعدمه يا كابتن. طيب. وحاجه ثانيه، انا اخر نقطه وهقفل مع حضرتك. اتفضل يا فندم. انا عايزك تنهي كلامك كله عشان بس ايه بيتقال ان انا راجل ضد وبتاع، فانا احب اسمعك للنهايه. تمام يا كابتن. اتفضل. امبارح يا كابتن اتقال برضه في بعض المواقع وبعض الجرائد، حاسبني على اللي عندي من فضلك يا ان اهالي المتهمين والجرين ايجلز في الاحتفاليه راحوا منعوا المتهمين ان هم يسافروا يأدوا المحكمه. لا يملكوا. اولا يا كابتن عايز اقول لك لا يملكوا، لا تملكوا، اقسم بالله العظيم لا تملكوا. انا بقول لك من النهايه لا تملكوا، لا تملكوا. تمام. او انا برضو برد على حضرتك. يعني هو الاعلام عايز ايه بقى من الجرين ايجلز او عايز من الجمهور المصري؟ كنت عايز من الجرين ايجلز امبارح احتفاله. انا عايز رد من حضرتك بس. كنت عايز احتفالكم امبارح يبقى رساله لشهداء الاهلي، رساله لاسرهم، احنا معاكم، احنا ورساله لاخواتنا برضه يا كابتن. احنا حزانه، احنا حزانه، احنا قلبنا بيتقطع، احنا مش ممكن نعمل كده. والدليل المسيره اللي احنا عاملينها عليها اسماءكم، عليها صوركم، الفانيلات اللي احنا لابسينها عليها صوركم وعليها اسماءكم، وان احنا كلنا في مركب واحده، ان احنا بنحبكم، وان اللي عمل ده مش مننا. لكن معنى هذا الاحتفال يا ابو حميد ده استفزاز. ما تزعلش مني بقى، استفزاز حضرتك انا قلت لك مش احتفاليه، واستعراض عضلات. واسف جدا فتوانا، متاسف اللي انا قلته. انت مش معايا بقوله برضو، انت مش معايا عشان ما حدش ينقل لك كلام غير الكلام. كنت اتمنى ان الرساله تصل بشكل صحيح وتصل للمكان الصحيح. كنت اتمنى ان كلكم تروحوا المستشفى يا عيني للواد الغلبان اللي بومه عليه. الواد في اسماعيليه يا كابتن، الواد في اسماعيليه. والله لو في اسرائيل يا اخي، والله لو في اسرائيل كنت تروحوا له يا اخي، مش في الاسماعيليه. ده ابنكم يا اخي، ده ابنكم يا احمد. الولد امه عماله تبكي طبعا يا كابتن، واحنا مش هنسيبه والله. انا على فكره انا عرفت الموضوع بعد ما الاحتفاليه خلصت، والموضوع عرفنا ان في طفل اتصاب مش عارف من شمروخ وكده، فالموضوع اجى متاخر يعني. وان شاء الله يعني كلنا وراه ده، لان اي حاجه بتحصل حتى لو بالخطا، يعني لو بالخطا هتتحسب علينا. فاحنا عايزين برضه يعني هل ده هتعملوه النهارده؟ خليكم على الحق. هتعملوه النهارده ان شاء الله كده. شكرا جزيلا احمد رزق المتحدث باسم رابطه الجرين ايجلز. واضح اهو، واي حد عايز يقول رايه اهلا وسهلا. بس اللي عايز اقوله لكم انه اهالي بورسعيد مخنوقين،